حقه فيها. لما كانوا بيلعبوا طب انت عايز تخلص على الراجل ده كمان؟ لا وانا بخلص انت اهو الراجل بينزل لعيبه بيغيروا من بدري من بدايه الشوط الثاني ماشي. الشوط الاولاني اللي انت بتقول عليه ده واخد بالك انت لسه بتقول لي اتاخر كتير قوي. حصل اتاخر كتير في التغيير. على فكره هو تغييراته دايما في التوقيت ده، ماليش دعوه انا هو بيقسم الجيم ان انا عندي وقت معين هحول فيه الماتش. هو شايف ان التحويل ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، كولر يا كابتن لغايه دلوقتي ما خسرش مع النادي الاهلي ولا مباراه. هو لاعب مين؟ لا لاعب ما لعبش الا الزمالك، والزمالك هو اللي الدوري. لاعب الزمالك بطل الدوري كسبه، اللعيبه ادت له الماتش، وفي السوبر كسبه وكسبوا في الدوري. طب ما فيريرا اللي اداله انت عارف لو كان كسب الماتش بتاع السوبر ده وربنا ما كنت هتشوف كولر تاني. كابتن ابو الدهب. لا ما انا خليني اقول لك بس ردا على الكلام. هو الراجل ممكن لو انت بدات من البدايه ان انت فرقه مجهوله بالنسبه لك ما تعرفهاش، اكيد لازم اضغط عليها من الاول يا فاروق. انت عندك حذر ان انت تدافع او ان انت تلعب. الله ينور عليك يا ابو ادام انت تلعب بثلاثه مدافعين 3 ديفندر في نص الملعب، وانت كنت بتدي حريه للسوليه وبتدي حريه لحمدي فتحي. لو انا بدات انا ممكن العب بالاثنين السوليه وديانج. انت عندك كده مشكله في التشكيل. ما عندكش مشكله، انا مش بتكلم على مشكله. خلي بالك انا ما بلومش الراجل. هو ده السبب في بدايه يا فاروق. ما هو انت بالنسبه خلي بالك هو غير. ما هو غير روكلاند سيتي. بص يا فاروق، اي مدير فني لما بيبقى عنده سنات وعنده لازم يكون عنده دكه بره يقدر اوراق يحتاجها ينزلها. خلي بالك ما هو الفرقه الثانيه برضه كابتن رضا. خلي بالك ماشي. بس انا كنادي اهلي انا بكلمك الخبره وان اللعب اكتر من ده. اول مره يشارك كاس عالم انديه الفرقه دي. الدوري الامريكي كابتن رضا خلي بالك الفرقتين اللي الاهلي تطورت. كره امريكيه حبيبي ده بقى لهم 4 شهور ما بيلعبوش. الكلام ده لو بيلعبوا، لو كانوا هم مثلا لعبوا 5 6 ماتشات في الدوري مثلا عندهم في بدايه الموسم. انت لعب كام ماتش؟ انت لعب 15 ماتش يا فاروق. طيب فرق مع النادي الاهلي. ايوه فرق. فانت ما انا بقول لك عشان كده مش هتلاقيه. لا مش هتلاقي المعدل البدني. انا اخدك في الشوط الاولاني اعمل اللي انت عايزه، اقعد اجري واضغط عليا. مش شغل مدرب. وتعالى الشوط الثاني مش شغل مدرب. انا استغل الجزء دي. امتى بقى 3 مره واحده. امتى اقول لك الكلام؟ لا اسمعني بس اقول لك الكلام ده امتى. لا اقول لك الكلام لو عمل الكلام ده بين الشوطين اقول لك. بس فعلا هو اداهم الاستحواذ الشوط الاولاني، الشوط الثاني نزل عشان يكسب. انت كمدرب هو عنده سيستم في عمليه التغييرات. انا عندي خلي بالك هو فيه نقطه. الفرقه دي وقعت انت قلت وقعت بقى في الدقيقه 60 بدني صح؟ لا هو خلي بالك اخر 5 دقايق من الشوط الاولاني تمام. اللي هو بدا النادي الاهلي يحط كوره من رجل علي معلول للسوليه لحمدي فتحي لايه لديانج. هي في الفتره دي الاهلي ركب. كان المفروض من اول الشوط الثاني الله ينور عليك طيب ابدا بقى عشان اكسب. يبقى اذا هو لاعب اللعيبه اللي عندها سرعات اللي هو طاهر محمد طاهر وبيرس تاو. سرعات ايه؟ عندهم سرعات من على الاطراف. على فكره بيرس تاو النهارده كان هايل. كان لعيب كويس جدا لما نزل. الحاجه الثانيه كان موجود من البدايه. ايوه هو الوحيد اللي كان طول الماتش بيقف على الكوره. الشوط الثاني من اول الماتش لغايه ما خرج هو الوحيد اللي ما بيفقدش الكوره. وهو الوحيد اللي لما بيمسك الكوره تحس تشم فيها روح الخطوره. لعيب كويس واخد بالك بيمسك الكوره وبيعرف يرقص. لا هو خطوره ما دي كلام محترم يا فاروق. خطوره النادي الاهلي بانت لما قفشه نزل واحمد عبد القادر ومحمد شريف. ابتديت تمسك كوره. كابتن ابو الدهب ده شغل. انت بتتكلم هو كابتن الرضا بيتكلم. ظهر النادي الاهلي بعد نزول الثلاثي ده وبالاخص قفشه. هل ده انا وجهه نظري وبقول لكابتن الرضا، هل وجهه نظر كولر ان هو كان بيستنفذ قوى الفريق الاخر لان هو عارف ان هو بقاله فتره ما بيلعبش، وبالتالي عند توقيت معين انا رحت منزل الثلاثي ده غير الشكل عشان ابتدي امسك كوره. هو كان ماسك الكوره. ده صح ولا غلط؟ هو كان ماسك الكوره. هو كان ده تفكيره. هو ماسك الكوره من ولا جت زي ما بيقول كابتن رضا كده جت معاه كده. انتوا اتفرجتوا على الماتش انتوا الاثنين ولا لا؟ انا اتفرجت. ايوه اتفرجنا. اخر 5 دقايق الكوره كانت فين؟ في نص ملعب الفرقه بتاعت سياتل صح؟ الاستحواذ كله غير بدايه المباراه وغير نص الشوط الاولاني. واخد بالك كله كان الفرقه الثانيه هي اللي بتمسك الكوره وبتروح. ما راحتش بخطوره على الجون بس كانت هي اللي افوق، هي اللي مستحوذه. واخد بالك انما اخر 5 دقايق لما علي معلول والسوليه وحمدي فتحي وديانج بداوا يقفوا على الكوره ويلعبوا بعض كان لازم يبدا بقى من اول الشوط الثاني. ده بعد نزول برضه بعد نزول قفشه واحمد عبد القادر ومحمد شريف لانه ابتدوا يمسكوا الكوره. لا هو كان ماسك كوره. كهربا كان بدنيا واقع برضه يا فاروق يعني ما كانش بيضغط بشكل بغض النظر عشان ما نظلمش حد. انا مش عاوز اظلم حد لكن انت النهارده لو هو فاروق قصده يا كابتن هل ده شغل مدرب ولا شغل لعيبه او شغل تكتيك؟ ده شغل مدرب في الفريق. ما هو انا شغل مدرب. انا قريت الملعب. انا باجي قبل الماتش بشوف ظروف الفريق اللي قدامي ايه. هو معلومته ان هو وصل ان الفريق ده ما لعبش بقاله فتره. حلو الكلام.
يعني بالعقل كده بدنيا الفريق ده مش هيكمل التلت ساعه الاخيره او نص ساعه الاخيره، فابتدي اشتغل على جزء معين في الشكل الخططي. فاروق ما هو ده شغل صح فني، ولا ده غلطان؟ شغلي، صح، ده لو شغل انت مدرب هتعمل ده كده ولا شغل لا؟ مدرب لان جات له لا. معلومات عن ليه لا؟ الفريق ازاي ده يا كابتن؟ ليه بقى؟ كابتن رضا. لان انا اتفرجت عليهم شوط كامل، واخد بالك؟ انا لازم اطمع في الماتش. انا النادي الاهلي وعندي لعيبه بره على الدكه احسن من اللي بتلعب في الملعب. ليه ما ابداش بقى؟ هو دلوقتي في 5 تغييرات ولا تغييرين؟ 5. طيب انزل تغييرين يفوقوا لي الفرقه ويركبوني الجيم اكتر واكسب. انت الجون جاي في الدقيقه كام يا فاروق؟ 8 حاجه 84. طيب يعني اذا لو انت بقى لو بدري شويه بعد الاستحواذ والكلام ده ومن اول الشوط الثاني اراهنك ان انت كنت هتهدف واحد دقيقه واتنين. 87 يا كابتن. 87. طيب 1 و2 يعني هتهدف جون بدري، واخد بال حضرتك؟ انما هي المشكله كلها الفرقه الشوط الاولاني عملته كويس، اخر 5 دقائق بدني وقع. انا كراجل بقرا الجيم وبتفرج على الفرقه بقول لك بلاش ال3 تغييرات، انزل قفشه بقى، استغنى عن واحد من ال3 ديفندرات اللي هم بيجروا، واقوم جاي منزل واحد يمسك لي كوره ويلعب لي الفرقه. وده اللي كان النادي الاهلي محتاجه.